رحمة المسداة السراج المنير البشير النذير. من قال للشرك نوره ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، مثلي ومثلكم كما قال المثل العربي كمستبضع التمر إلى هجر. وهجر قبيلة عربية اليوم موجودة في الأحساء السعودية، كانت مشهورة بالتمر، فكانوا يعبرون عن من يحمل الخير لأصحاب الخير، يعبرون عنه بهذا المثل: مثله كمثل الذي يحمل التمر إلى أصحاب التمر. فأصحاب التمر لا يحتاجون إلى التمر، وأصحاب الفضل والعلم لا يحتاجون إليه. فالذي يحمل العلم لأهله كمثل المثل المغربي: أجمن الرزق أخوالي، وكمثل المثل الإنجليزي كحامل الفحم إلى نيوكاسل. نيوكاسل مدينة في بريطانيا مشهورة بالفحم، والفحم جيد، فلا يمكن للإنسان أن يحمل إليهم العلم والفضل. العرائش مدينة الفضل ومدينة الخير ومدينة التيسير ومدينة القرآن، وعشنا معهم نفحات ولحظات لا زلت أتفيأ ظلالها إلى اليوم. فاعذروني، الدكاترة عندكم في العرائش، والعلماء عندكم، وأهل الخير عندكم، وأهل القرآن عندكم، فأنا جئت لآخذ مما عندكم، ولكم الفضل بإذن الله. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون. ماذا أقول بالله عليكم؟ ماذا يمكن للإنسان المتناهي في عقله وفي فكره وفي وجدانه وفي أحاسيسه، ماذا يمكن للإنسان القدم بكل ما تعني الكلمة من مهان ومن أبعاد أن يتحدث عن قمة الجمال رسول الله، وعن قمة الكمال رسول الله، وعن قمة الأخلاق رسول الله، وعن قمة الجلال؟ ماذا أقول وأنت ملء جوارحي ومشاعري أمل ونور سيدي؟ يا هذه الدنيا أفيقي واشهدي إنا بغير محمد لا نهتدي. ماذا أقول عن رجل ذكاه الله تعالى في كل أبعاده؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ذكاه الله في أخلاقه، وذكاه الله تعالى في بصره، وذكاه الله سبحانه وتعالى في رأيه، وذكاه الله تعالى في سلوكه. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام كفران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للكفر والإفساد طوفان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومنه زادوا لنا ريح وريحان. فاللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مظهر الكمال والجمال وحسن الأخلاق والجمال، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك التعرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع معالم شمائله صلى الله عليه وسلم الحميدة وأعماله السديدة هي من أكبر عوامل نهضة المسلمين.
للمسلمين أن يتقدموا نحو الجلال ونحو الكمال إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى به أحيا هذه الأمة التي كانت مضرب المثل في الرجعية والتخلف والتمزق، فأصبحت بفضل الله ثم ببركة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. بك الله أحيا نفوس الورع وكنت لها المنقذ الأكبر، حملت لها شرعك الأنور، فعم الضياء وولى الظلام. سلوا عرش كسرى، سلوا قيصر، سلوا الصين والهند والبربرة، سلوا من أهل ومن كبر، ألم يهتدوا برسول السلام؟ والله اهتدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكان مولده صلى الله عليه وسلم كان إنقاذا من الضلال. بمولدك ابتهج العالم وكنت له وأنت معلمه الأعظم، شفوق رحيم ولا تظلم، عليك الصلاة عليك السلام. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم، بل هو قطب رحى أوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو أعظم شيء في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد الشريعة وروحها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكننا أن نكون متبعين، لا يتحقق هذا الاتباع إلا بالتعرف على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن الاتباع لا بد أن يكون مقرونا بالمحبة. لا يمكنك أن تتبع شخصا إذا لم تكن من المحبين له، والمحبة هي تبع لقدر الإنسان، والمحبة تأتي على قدر المحبوب، فإذا كان المحبوب عظيما كانت المحبة كذلك عظيمة. ولذلك جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، والغاية من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضله وبيان قدره. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا لا تغيب عنهم معالم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغيب عنهم شمائله صلى الله عليه وسلم. كانوا دائما يتدارسون. الصحابة كان عندهم كما درستم وعرفتم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، كان عندهم درس أبان بن عثمان، لعله أول من جلس مجلسا خاصا لتدريس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه الذي جاء وهو طفل صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تخيلوا معي، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وأجلسته بين يدي رسول الله وقالت يا رسول الله أريد أن يكون هذا الغلام أن يكون خادما لك. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال ولمست الديباج ولمست الحرير ولم ألمس شيئا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما من ليلة إلا كنت أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. في كل ليلة ما من ليلة إلا رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كذلك يروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال كان جعفر الصادق كان لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. اللي كيبغي يحدث شي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كيبغي يحدث عن شمائله صلى الله عليه وسلم أو سيرته صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما عنده من اللباس، وكان يتطيب وكان يتطهر. فسئل عن ذلك قال إني سأحدثكم عن شمائل رسول الله. فكيف أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه
دون أن يتطهر الحس بعد المعنى. قال كان جعفر الصادق لا يحدث عن رسول الله إلا على طهارة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وكلامه واعترافا بعلو قدره ومقامه. القرآن حينما تحدث عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت أساليب. لابد شنو هي الأساليب؟ كيف تحدث القرآن عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك عدة أساليب في القرآن، لكن هل تعلمون، وأكيد أنكم تعلمون، أن القرآن كله هو بيان لقدر رسول الله من تبدأ الفاتحة حتى تنتهي مع الناس، والقرآن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا القرآن لم يصلنا ولم نتوصل إليه إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تبدأ تقرأ فالحمد لله لابد أن تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا القرآن بل كثيرا ما يشيد بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرات لو أردت في كل معلم من هذه المعالم أن أقف مع ما جاء فيها من الآيات لطال بين الحديث، لكن أقول من معالم بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإشادة القرآن بقدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أنه يبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أخلاقه، يبين تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، يبين همة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا معي ما شئتم في القرآن الكريم. في الهجرة أشاد القرآن بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر إلى الغار، ووقف أهل الكفر على باب الغار حتى إن الواحد منهم لو نظر إلى قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ويخاف أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله ماذا نعمل؟ يا رسول الله لقد وقفوا أمام الغار يا رسول الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في عزة المؤمن في استعلاء الإيمان قال: يا أبا بكر، يا السكينة، هذه السكينة يا أبا بكر. والسكينة ذكرها الله في القرآن الكريم في 6 مواضع، 6 مواضع في القرآن الكريم. موضع في سورة البقرة، وجوج في سورة التوبة، و3 في الفتح في سورة الفتح. السكينة من السكون. يا أبا بكر ما تقول في رجلين أو في 2 الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. السكينة ذكر الله تعالى ووصفه بأنه كان متصفا بالسكون إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم سبحانه وتعالى. إذا يشيد القرآن الكريم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضائله، ببيان قدره، ببيان همته، ببيان تضحيته، حتى كاد يميت صلى الله عليه وسلم نفسه كمدا وغما وحزنا على أمته
حتى نزل القرآن يسليه ويعزيه ويقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ايش يعني؟ وأنزل الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أسفا، باخع نفسك أي قاتل مهلك نفسك أسفا على أحوال الأمة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. القرآن يشيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الهم، هم المستضعفين المقهورين المغلوبين، ويعاني صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فهذا معلم من معالم بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن القرآن الكريم أقسم الله تعالى، وهذه مسألة تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى الجليل العليم يقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش نبي من الأنبياء لله تعالى حلف وقسم بالحياة ديالهم وبالعمر ديالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلا، قال فيه الله عز وجل كلا إنهم لفي لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. لعمرك لا للقسم كما قال غير واحد من المفسرين، لعمرك والأصل عمرك، وسكنت الميم لكثرة الجريان. لعمرك إنهم لفي سكراتهم. فأقسم الله تعالى بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد في القرآن الكريم أنه يتتبع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتتبعها بالتدقيق والتفصيل، لا تخفى عنه من حياته صلى الله عليه وسلم خافية. يتحدث عن الحركات النبوية وعن السكنات النبوية، ويتحدث عن التفصيلات الدقيقة يذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ القرآن وجد ذلك كله. من قرأ القرآن حتى في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت تعيشها من معالم الأفعال الإنسانية، لأن الرسول عن بيته كان بيت البشر، كان فيه مشاكل وفيه خصومات وفيه كما نعيش دائما للتأسي حتى نتأسى نحن. حتى إذا وجد الواحد منا وعانى من بعض المنزلقات الأسرية والاجتماعية وجد في الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة، ووجد فيه صلى الله عليه وسلم العزاء. الله تعالى في سورة الأحزاب يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، آية التخيير، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعرفتوا سبب نزول الآية حينما اجتمعت نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وطالبنا رسول الله عن زيادة في النفقة. قال يدخل عندك فوق، قال يدخل عند رسول الله تقول زيدنا فلوس عطينا المصروف. فأنزل الله تعالى ولحيائه صلى الله عليه وسلم، لحيائه صلى الله عليه وسلم ما كان يقابلهن بالشدة، وإنما كان دائما صلى الله عليه وسلم معروفا بسمته وبصبره وبلطفه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى آيات يدافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي ميات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. نمشي في نفسها في سورة الأحزاب
حينما أنزل الله تعالى آية يهدد بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجتيه، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، يقول سبحانه جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر روايتان فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه. احنا ما عندناش الإمام النووي رحمه الله ما كانش يوقف فإن الله، لكن وقت الإمام نافع يقف على فإن الله هو مولاه. احنا كنعرفوا بأن الغراقي رحمه الله يقف فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم يستأنف والملائكة بعد ذلك ظاهرة. لكن أحسن وقف كما قال الأشموني في الوقف الابتداء، قال: كان نافع يقف على فإن الله هو مولاه وحده سبحانه وتعالى، وإن تتظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ثم يأتي الواو للاستئناف ليس للعطف، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك أي بعد الله ظهير. ويكفي أن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يدافع عن رسول الله. هل هناك أكبر من هذا القدر ومن هذا التقدير ومن هذا التشريف ومن هذا التعظيم؟ أيضا من بيان قدر القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض التصويبات التي وردت في القرآن الكريم. أحيانا نقول ماذا كيفاش في القرآن الكريم هناك بعض المراجعات، هناك اجتهادات اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيها كما قال الأصوليون، خالف فيها الأولى، لم يخطئ، وإنما خالف فيها الأولى الذي يستحق أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة مثلا كما في أسرى بدر، وكما في قصة عبد الله بن أم مكتوم حينما جاءه وكان رجلا أعمى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجلس مع رسول الله، بغى يجلس معه، بغى يتمطلو، بغى يهضر معه، بغى يتشرف بالجلوس بين يدي رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول، كان مشغولا، كان مع بعض السادة وبعض الكبراء يرجو إسلامهم، كان جالس مع الناس كبار كذا. وأما عمر بن أم مكتوم رجل أعمى جاي وكثير وكذا وكي يعفض على الناس، يا رسول الله بغيت يا رسول الله، قال له خليني عليك شوية، خليني أتكلم مع الناس، أنا كان هشتيني دابا الآن مشغول مع الناس، أنت يا ديالنا مثلا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل القرآن يصوب هذا الاجتهاد، هذا الشيء، ويقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى. فصوب القرآن الكريم، والتصويب والعتاب لا يكون إلا مع المحبة. من يعاتبك في القاعدة؟ شكون يمكن يعاتبك؟ إلا اللي كيبغيك، واللي ما كيبغيكش ما تخليه لنا، ما خرجيه لنا، ما يهضرش معاك كاع. فيشكي شي واحد يعاتبك، إذا كان زوجك كيعاتبك أو زوجة ديالك كتعاتبك أو كذا، فاعلم بأنها إشارات محبة. ما ممكن تفهموا كاع عليك ويسكت عليك ويقول لا يرده، لكن لا يعاتبك في الحقيقة إلا من يحبك. والعرب كذا تقول: يدوم الود ما دام العتاب. يدوم الود، فعتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو صورة من صور إجلاله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من معالم بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وإذا لاحظتم أنا أريد أن أختطف المعالم اختطافا، وإن كان الخطف وليس حلالا في ديننا، لكن على كل حال أحيانا قد يكون حلالا ما هو حرام في العادة، فاعذروني. فمن معالم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في آيات كثيرة من تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية الله.
كثير من الآيات التي الله تعالى كيعزي فيها سيدنا محمد وكيشد خاطره وكيسليه، كتسمى هذا أسلوب التعزية وأسلوب التسلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الإكراهات باش تعرفوا سيدنا محمد كيفاش تكرس علينا، كيفاش تكرس من أجل باش نجلسوا حنايا في هذه القاعة. ما شاء الله هذه القاعة اللي جالسين حنا وجالسين مع الميكروفون جالسين على الكراسة وجالسين وضوء وكذا والطريات تبارك الله والمنصة، هذا الشيء ما جلسش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يتكرس باش حنا نجلسوا هذا الفسح. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته صلى الله على سيدنا محمد. فكان يعاني الأمرين صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي ليرفع الضيم ويعزي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا هدروا فيك انت الناس راه النبي صلى الله عليه وسلم هدروا فيك قبل منك، ولا كثروا يهدروا فيك معناها راه درتي رجليك على طريق سيدنا محمد، راه بديتي تشد الطريق. حذروا يهدروا فيك عارف راه بديتي تقاد، لأن الناس ما كيهضروش على العوج. هذوك الناس اللي خارجين الطريق خارجين التغطية ما كيهضروا معاهم حد، أصلا التغطية خارجين فيها العيش عليها هضروا معاهم حد. حديت كتدخل التغطية الربانية كتبدا المحن. ألف لام ميم أحسب الناس، وهذا أيضا كتدخل في التعزية سيدنا الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا استفهام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومن كل مقام القرآن نقرأ هذا الروح أنه رسالة خالدة، أنه رسالة متجددة يجدد الله تعالى بها الزمان. ولذلك لا يبلى القرآن بهذه القراءة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهم لا يفتنون وهم لا سؤال. خلي السؤال مفتوح وهم لا، وخلي صوتك مفتوح وخليه مرتفع. وهم لا يفتنون لتبقى الإجابة عن هذا السؤال مفتوحة مستمرة إلى يوم يبعثون. ولقد هاول تقرير ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه القاعدة الله تعالى كيقص وكيقرأ هذا القرآن ولكن زاد على سيدنا محمد، لأنه هو اللي كان يعيش المعاناة، كيعيش التضحية. وكان يمر الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، وهو الذي لم يأكل صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا إلى أن مات صلى الله عليه سيدنا محمد. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وحتى قصة القرآن الكريم جاءت لخدمة هذا المعنى. القصة حينما يذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء السالفين السابقين، شو الغرض من إيراد هذه القصص؟ الغرض منها تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في سورة هود سبحانه جل وعلا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الغرض من قصص تثبيت فؤاد رسول الله وتثبيت أفئدة محبي رسول الله إلى يوم القيامة. لذلك من تكتر عليك المشاكل اقرأ القرآن، اقرأ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد فتنا الذين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم
إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. شوف حينما تضيق عليك الأمور توجه إلى الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فكل شيء أمر فلت على الله. أي قضية هناك رأي تدخل في اختصاصاته سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تقرن بالعمل بالتطبيق. أيضا من معالم حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما تسمعش كيف ودنا عندكم المغرب انتم هنا ولا صليتوا انتم بقيت صليتوا المغرب باقي بدوا بحالي. انا درت كده صلاه سيد رايح لا ولا صلاه ورجعوا اللي كان ولا وقت المغرب شو المسيرين. انا يمكن بقى فيها 5 دقائق ولا 4 انا بقيت يمكن نوقف حتى 3 دقائق. لا تفضل خذها نتاعهم نجي قريب ونشوف الله سبحانه وتعالى. احنا جينا هنا نتعرفوا عليكم ونحسبكم شحال انتم وكيدوا سمياتكم باش عاد نرجعوا مره اخرى ونشوفوا. احنا نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. الحقيقه هذه السنه انا الحقيقه يصيبني الخجل حينما يستدعيني اخواني في مجلس العلم المحلي مع علمي، وهذا شيء ماشي كلام كنقولوا زعما للكاميرا صح. والله أحس بأن هذه المدينة تعلمت منها أشياء، تعلمت منها تواضع العلماء وتعلمت فيها محبة المنتسبين للعلم بغض النظر عن واش أنا كنمثلوا الدين ولا كنمثلوا العلم. لكن هذه المدينة التي أحببتها وقلت أنا قلت لكم مراجع القرآن منذ سنين لأنها مدينة العلم ومدينة البركة ومدينة القرآن الكريم. ونريد لهذه المدينة أن تبقى دائما إن شاء الله نواة الخير ونواة البركة ونواة القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يحفظ علماء العرائش وأساتذة العرائش ودكاترة العرائش، وأن يحفظ أهل العرائش من كل سوء، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر الإخوة والأخوات في المجلس العلمي المحلي على حسن ظنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الأمسية الجليلة العظيمة أن يجمعنا غدا يوم القيامة في دار كرامته وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.